افهمها صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج افهمها صح، المكان اللي بنفهم فيه الحياة بشكل بسيط وبنحاول نعيشها براحة أكتر. هنتكلم النهاردة عن المشاكل الزوجية بين الزوج وزوجته. كتير مننا بيقع فيها من غير ما يحس، وبتكبر لحد ما تبقى سبب في تعب العلاقة كلها. المشكلة مش إن في خلاف، لأن أي بيت طبيعي يكون فيه خلافات، لكن المشكلة الحقيقية في طريقة التعامل مع الخلاف. في ناس أول ما يبدأ صوتها يعلى وكلامها يقسى، وكأن اللي قدامها عدو مش شريك حياة. الموضوع بيبدأ بكلمة بسيطة، لكن الكلمة دي ممكن تجرح وممكن تفضل في القلب سنين. الزوجة ممكن تسامح، لكن الإحساس اللي جواها بيبقى موجود، وده اللي بيخلي العلاقة تبرد واحدة واحدة. وكمان الزوج لما يحس إن كلامه مش متفهم أو إنه مش متقدر، بيبدأ يتعصب أكتر ويدخله في دايرة ملهاش نهاية. طيب ليه المشاكل بتكبر بالشكل ده؟ أول سبب إننا بنتكلم وقت الغضب، ودي أسوأ لحظة ممكن ناخد فيها قرار أو نقول فيها كلام. تاني سبب إن كل واحد فينا بيفكر إنه صح ومش بيسمع التاني بجد. تالت سبب إننا بنفتكر القديم ونفتحه في كل خناقة، وده بيخلي المشكلة تكبر أكتر. طيب الحل إيه؟ أول حاجة، لما تتعصب اسكت شوية وخد وقتك تهدى، لأن أي كلمة هتقولها وانت متعصب ممكن تندم عليها. تاني حاجة، اسمع بجد، مش بس عشان ترد لكن عشان تفهم. تالت حاجة، اختار كلامك، لأن الكلمة ممكن تبني بيت وممكن تهده. وأهم حاجة، افتكر إن اللي قدامك مش خصمك، ده شريك حياتك اللي المفروض تهونوا على بعض، مش تزودوا التعب على بعض. العلاقة الناجحة مش اللي ما فيهاش مشاكل، لكن اللي بيعرفوا يحلوها من غير ما يجرحوا بعض. لو كل واحد فينا حاول يهدي ويسمع ويقدر، مشاكل كتير كانت هتخلص قبل ما تبدأ. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عندك استفسار أو سؤال، ياريت تكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم. واتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.